تعرفوا علاقتك بوليد الحكايه. امس كان واحد من اعز اصدقائي توفي، قتل في الجزائر. حلو. وبعدين كان هو ادموس كان متنرفز كثير ويتكلم معي باسلوب غريب. بالتالي اذا قلت لك ادموس عمري ما تكلم معي بالاسلوب، بس اليوم هذاك صار. نعم. فلما شرحت له الموقف هذا قال لي خلاص خلاص خلاص، طبطب علي، خلاص انتهى، راح ادخل التمرين. رجعت جاني الامير عبد الله قال لي سامي ايش الاتيتود اللي انت تسويه هذا؟ اذا من نقل الامير نفس الجمله نفس يمكن يروح ادموس طبعا ادموس ويقف وخلفه يان. ادموس ما يحب يصطدم فيه. طيب كان يخلي يان دائما يصطدم فيه. من حقه من حقه انه يبلغ رئيس النادي. بالتالي ادموس ما يحب كان يصطدم فيني، كان يحب يبقي علاقته معي علاقه قويه، لكن كان يحط يان دائما في الواجهه معي يصطدم فيني. ولما يبغى يوصل، لما يبغى ياخذ معلومه يرسل يان يتمسكن ويجيني كانه يسوي لي تمارين زياده في اطالات وما اطالات، ويقعد يسولف معي ايش رايك في فريقنا؟ ايش تتوقع؟ انا في يوم من الايام قلت له ليش ما تجرب 2 رؤوس حربه وتلعب خلفهم صانع لعب وشوف الوضع كيف يتغير. لعب مباراه الرياض من بكره او بعدها بيوم، زين، لا بعدها بيومين مباراتنا مع الرياض، لعب راسين حربه ولعب صانع طيب. لعب وراه. معناته سامي ادموس لم يضيف شيء للهلال. كان يتخبط؟ والله شوف، في تخبطات كثيره، ما اضاف شيء. انا اقول لك المشكله حقت ادموس تذبذب المستوى، بس ما كان مقنع الهلال. هو كان يتخبط كقدرات. مقنعك؟ لا، انا اتكلم معك كمدرب، كلاعب عندك خبره وعاشرت كثير من المدربين. ممتاز. كان مقنع لك؟ المدرب كان مقنع لك كمدرب؟ لا. ليش قلت المدرب؟ لحظه ليش قلت في نيو تي في؟ ليش قلت في نيو تي في؟ خليني اجيب لك اياها. بتقول لي ليش قلت في نيو تي في؟ طيب. المدرب اللي لا يعرف الكواليتي حق التمرين، نوعيه التمارين، كيف انه يطلع بطريقه يخليهم في رتم، في قوه، اللي لا يعرف يقرا الخصم، لا يعرف يجري التغييرات، هذا مدرب ناقص. طلعت في النيو تي في قلت للاستاذ حسن شراره واحنا لسه خاسرين من النصر، واجبي ككابتن للفريق اني اطلع وما ازعزع الثقه حقت زملائي في المدرب، لانه لو انشالت الشعره الثقه بين المدرب واللاعبين خسر الفريق كل شيء. وكيف انه يطلع كابتن الفريق ولاعب مهم ويعرفون يسمعون له ويسمعون، يعني اذاني اللاعبين الفريق كلهم تنسمع سامي الجابر ايش يقول. تبغاني يطلع في النيو تي في عز الموسم ولسه ادموس ماسك الفريق ويقول ادموس والله مدرب ضعيف لا يقرا طلعت الفريق. طلعت في القناه الرياضيه؟ اي خلصنا بعد ما مشى. ما مشى؟ انت اللي مشيته. لا انت اللي مشيته ابدا. لا ما مشى. مستحيل. انا اعلن سامي، هذا حدث قريب يعني ما في مجال للمراوغه. في بيني وبينك رئيس النادي، ممكن تتصل على رئيس النادي خارج المملكه. رئيس النادي الان انت عارف هالشيء. خارج المملكه ممكن اذا رجع تتصل عليه في حلقه ثانيه وتقول له يعني. سامي هالشيء معروف صحفيا. ما اعلن الغاء قرار ادموس الا بعد. قرار ادموس ماشي. كان سامي طلع فضائيا او لم يطلع فضائيا. سامي انا ما قلت تطلع وما تطلع، انت قلت انا لم اطلع. ادموس بعد مباراه الاهلي كان حيمشي 100%. كان حيمشي ما مشى. انت قلت انا ما ابغى اشق صف الفريق، ولذلك امتدحت في نيو تي في. انا سمعتها شخصيا، قلت هو مدرب كبير. لا لكن انا اختلف معه. لحظه، صرحت في التصريح بعد المباراه مباشره للاوربت، ولما سالني طارق الحماد وقلت له بالحرف الواحد انا ما نقيم مدربين يا طارق، وانا ما جيت هنا، المدرب يجي بمئات الوف الدولارات. تناقضات كثير. لحظه، هذا اللي اتكلم عنه. هذا اللي اتكلم عنه. الحين دوبك تقول انا ما قيم مدربين، قيمت وشرشحت وقطعت مدربين. انا الان لسه ما بعد تكلمت عن ادموس، لسه ما بعد تكلمت. لما جيت النيو تي في لسه مدرب الهلال، بعد المباراه لايف مباشره برضه مسكت نفسي وقلت لانه لا زال في امل انه يبقى. متى كانت هي مباراه؟ الاهلي. بس ايش سويت له في غرفه الملعب؟ ما سويت له شيء. ادموس ما سويت له. لا ادموس على طول لما شاف الفريق متنرفز طلع وركب الباص. ايش كانت حالتك في غرفه الملعب؟ كنت احس بمراره من خروجنا من المباراه. سويت شيء غريب؟ يمكن فقط كانت معي علبه الشامبو بروح اتروش، ومن النرفزه ضربتها في الجدار. بس مره واحده؟ بس. ما تكلمت على ادموس؟ ما صار بينكم اي حد الساحه؟ ابدا. كان الامير بندر بن محمد موجود، جاء وقلت له بالحرف الواحد ارجوك يا امير بندر، هذا مدرب قاعد يلعب في تاريخنا. بس. والامير بندر لف وطلع ما رد عليه ابدا. نعم. وكنت في درجه نرفزه، فمسكت وجلست كذا بيني وبين نفسي، حتى ما كان عندي احد قريب. مسكت علبه شامبو وضربتها في الجدار. ورحت ادموس ما كان فيه طبعا. لا طلع عليه على طول. ادموس طلع وركب الباص. طبعا ما توصل مرحله. طب في المؤتمر الصحفي الا بعد لما طلعت. لا في المؤتمر الصحفي هو قال ذا الشيء، كان يكذب؟ ايش قال؟ قال ما حدث من سامي الجابر
في غرفة الملابس ايش تتوقع اني اطلع على الفضاء واتكلم عن ادموس بالكلام اللي انا قلته بالتفاصيل؟ انا اسالك، يتكلم عني، اكيد حيتكلم عني مؤتمر صحفي. انا اسالك بالتحديد، كان يكذب في ايش؟ لما قال ما حدث من سام الجابر بعد مباراة الاهلي استغربه، فانا بمثابة والده ومعلمه هو حدث شيء، ليش يقول ذا الحكي؟ ليش يقول ذا الحكي؟ ايش سويته بعد ليش يقول ذا الحكي؟ طيب مسكته بجيبه؟ تكلمت معه؟ انا سالتك قلت ما صار شيء، هو حكى شيء ثاني انه صار شيء كويس. هو كان يكذب؟ شوف رد علي. ردة الفعل حقت ادموس بعد الكلام الفضائي، ردة الفعل حقته الطبيعية انه يتكلم ويطلع يتكلم. كان يكذب يعني؟ ايش يكذب فيه؟ انت بطلت تتكلم بايش كان يكذب يعني؟ ايش باللي قاله؟ ايش المنطق اللي هو باللي قاله؟ كان يكذب عليك، قال ان اختلق شيء معين ما حدث. هو يتكلم عن انا اعيدها لك للمره الثانيه. يتكلم عن عصبيتي. لا قال ما حدث تجاهي من سام الجابر تجاهي. قال لا لو كان عصبيه كان ما قال انا بمثابه والده ومعلمه. ما تكلمت مع ادموس يا بتال، كيف بتجيبوا حقائق ما هي بصحيحه؟ شلون يقولها هو في المؤتمر؟ ما ادري عنه. ادري عن المؤتمر الصحفي اللي هو يتكلم فيه. اذكر لك حادثه ثانيه، يقول سامي الجابر لما نزل كلم اللاعبين يخربون خطته. اي هذه حافظها، هذيك ما حفظتها. وش ما لا هذه لانها ما هي بحقيقه ذي. هذيك ما بحقيقه بعد. هذيك ما هي بحقيقه طبعا. هذا سؤالي بس. مو بحقيقه لانه كان يكذب. هل انا اقول لك ادموس طلع ركب الباص، مشى الرجال وطلع قدامي ركب الباص، ما تنرفزت الا بعد ما شفت الامير عبد بندر تكلمت، والامير عبد بندر على طول رجع درى اني متنرفز راح. بعد شوي انا اقول لك مسكت علبه شامبو ضربتها في الجدار ورحت تروشت وقلت له هذا يلعب في تاريخ الهلال. ندمت على انك كنت منرفز؟ ندمت جدا بعد كل الاحداث هذه. ندمت. التصريح ندمت عليه سامي؟ مو باسلوبي. التصريح ندمت عليه اللي في القناه الرياضيه؟ ندم شديد؟ ندمت عليه للامير فقط، لكن ما ندمت على ادموس. ما اخطأت على نجيب؟ خطأ؟ والله شوف ابغى اقول لك النقطه على نجيب. نجيب هو مو وضع عشان نقفل هالملف. نعم، نجيب هو مو وضع نفسه في هذه الاشياء، وهو ما ادري هل هو كان قاصد او غير قاصد، لكن نجيب يخدم نادي الهلال في لما جو حطوه خدم نادي الهلال كلاعب وكمستشار فني. نعم. لحد الان انا احترم واقدر نجيب، لكن وجهه نظر اللي اقولها انه لما يطلع في التلفزيون يقول عن سامي الجابر يضيع فرصه وما يتكلم عن الثانيين اللي يضيعون فرصه، ويترك تحليل المباراه ويقول لي عن سامي الجابر انه هو سبب خساره المباراه لانه ضيع الفرصه هذه، او مثلا والله ما بعد انا يعرف انه انا في الاستوديو التحليلي يعرف ماجد ما كان يقول لحظه يعرف لحظه سامي ماجد ما كان يقول نفس الشيء. خليني اكمل كلامي. يعرف انه انا العب هنا مركز 10 اللي مخترعه ادموس مركز 10. يعرف انه يقول والله الهلال ما بقى ما يعوض غياب نواف تمياط. تاريخي كله في الهلال ولعبت كل المباريات تقول لي ما يعوض. انت تعوض غياب نواف في صانع اللعب سامي؟ في ظنك؟ شوف في ظنك جاوبني سامي بالتحديد. بعطيك شيء. انت كل ما اسالك سؤال تروح كذا. انا تعال لي كذا مباشره. انا لعبت صانع لعب قبل ما يكون نواف موجود. انت ترى انك تعوض غيابه، هذا سؤالي. انا ما اعوض غيابه، انا كنت العب قبل نواف تمياط صانع سامي لعب. انا ما سالتك لو كان سؤالي انا لعبت من اللي لعب اول صانع لعب. ما لها دخل بالاقدميه. يوسف نيان لما كان نواف التمياط يلعب كصانع لعب وكان يقعد احتياط كان ما يقول شيء، ويوسف نيان. طيب اذا شفت نواف تمياط يلعب اللي انت قاعد تقولها ما لها علاقه بسؤالي. نواف تمياط يلعب في الملعب وانا قاعد برا ما عندي اي مشكله. طيب انا اسالك، انت قلت هذا الشيء يعني خلينا فهمت انا على الاقل، اذا فهمي غلط صحح لي. يوم قال نجيب لا سؤالك مو واضح ابدا. طيب انه هل تعوض نواف تمياط في غيابه؟ انت ترى انك تعوضه؟ انت ايش رايك كمشاهد من برا متابع للمباريات؟ كصانع لعب؟ لا ما اعوضه. لا هذه وجهه نظر. اي انت وجهه نظرك؟ انا وجهه نظري اني انا اصلا لما احط في صانع اللعب ما عندي اي مشكله، ما اعوض غياب، اقدر العب صانع لعب واقدر العب مهاجم. انت ليش تتهرب من الاجابه؟ اي اجابه تهربت منها يا بتال؟ ما تهربت من اجابه. هل تعوض غياب نواف؟ تقول انا ما عندي مشكله، انا اقدر العب. انا ما اقدر العب. انت بشوف الاسلوب اللي انت مثلا تتبعه الان، هل تعوض غياب نواف تمياط في صانع اللعب؟ انا قلت لك، سالتني عن رايي وقلت لك لا، انا اسالك عن رايك. انا اعوض غياب نواف. نعم اعوض عشان تبغى ريحنا من البدايه وقلها. لا لحظه، انت تبغى اوصل ان انا اعوض عشان اطلع مثلا نجيب الامام صحيح؟ لا. ايش المبدا؟ ابغى اسالك عن هالشيء انه في مدربين مروا في منتخب المملكه العربيه السعوديه وضعوا سامي الجابر صانع لعب، مدربين عالميين. حلو. وفي مدربين يقول لك لا نحب نخليه سواء في الهلال او في المنتخب مهاجم. حلو. احترمهم كلهم واحترم طيب اذا هذول لهم اراء، انت مثلا وجهه نظرك برضو انا احترمها. جميل. لكن انك انت كنجيب الامام مستشار فني وموظف في الهلال تحاول ان عدم الزعزعه والتفرقه. طيب. دقيقه انا بس لا تطلع الى الموضوع. تفضل. تحاول عدم الزعزعه وتحاول عدم ايش؟ الاثاره، صح ولا لا؟ او التفرقه بين اللاعبين.
صح ولا لا؟ كواجب كمستشار في الهلال.